تحياتي محدثكم فارس عوض لكل المتابعين والمشاهدين في كل مكان عبر مباراة اليوم والتي تقام في ملعب حديقة الأمراء في باريس. اليوم راح يشارك لاعب خط الوسط للمرة الأولى مع الفريق. مباراة منتظرة، البحث عن اطمئنان بالنسبة للجماهير أيضا على مستوى اللاعب وعلى قيمة الصفقة. فريق يلعب كرة قدم ممتعة حقيقة للبعض ومحبطة للبعض الآخر. السيطرة والاستحواذ على الكرة يسعد العشاق والأنصار، لكن حرمان الخصم منها أيضا يصيب الجميع بالإحباط، وهو ما يحاول الفريق تطبيقه من خلال سياسته في نقل الكرات بين لاعبين لأطول فترة ممكنة حتى تأتي اللحظة المناسبة للوصول للمرمى. مشاهدة أمام حضراتكم تشكيلة الفريق الضيف. الفريق راح يعتمد هذه الخطة وهذه الطريقة 5-2-3. المباراة تنطلق عند الفريق الباريسي. كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل، يتعرض لضغط كبير. رمية تماس لباريس سان جيرمان. نيمار، مبابي بمبدأ الأمان، المدافع بيخلص الكرة إلى رمية تماس. نيمار يضرب الآن كيليان مبابي. الحكم يحتسب ضربة ركنية. بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18. كرة بتبعد من مناطق الخطر. أشرف حكيمي، توقع جيد في قطع الكرة. ماركو أسينسيو، ماركو بيراتي، فرصة بتضيع في بداية المباراة، فرصة ذهبية. شوف اللقطة الماضية، لسه ما دخل في الأجواء، لسه ما سخن. شوف اللعبة الماضية، لو كان مركز شوي كان ممكن نشوف هدف. انفراد في اللقطة الماضية لكن ضاعت. مهمة في المتناول بالنسبة لباريس سان جيرمان. كرة بتعود للفريق الباريسي. كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس. تراوري، إيفان راميس، تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. كرة تلعب بدون تركيز والكرة بتتخلص. استعاد الكرة بشكل سليم، يلمس الكرة لكنه ما سيطر عليها. فاول على الفريق الباريسي. بطاقة صفراء لنيمار. كيليان مبابي، تسديدة خطيرة، تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. بيخلصها، بيبعدها بعيدة بمبدأ الأمان. كرة بحوزة البي اس جي الآن، تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة. الله على المهارة. محمد، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. أشرف حكيمي،
تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. احتفاظ ممتاز بالكرة، قوة بدنية رائعة في الاحتفاظ بالكرة. تراوري قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. عرضية تصل في وسط منطقة الجزاء، فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية. ضربة ركنية أولى للفريق، معها نستمع إلى أصوات الجماهير اللي تبحث بالتأكيد عن استغلال هذه الفرصة من جانب اللاعبين. بيرفعها في وسط المنطقة، حارس المرمى يبعد الضربة الركنية بشكل سليم. سيباستيان كورشا، كرة بينية فيها خطورة الآن، عرضية تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. كيليان مبابي، فريق الخصم بيخلص الكرة. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. في دقيقتين كوقت مضاد بدل ضايع. محمد، قوة كبيرة في الدفاع عن الكرة. جميلة الكرة البينية، الله على النظرة، كان بإمكانه أن يتصرف بالكرة بشكل. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 0-0. شوط أول ينتهي بالتعادل بين الفريقين، لم ينجح أي فريق في فرض سيطرته على الآخر وحسم الشوط لصالحه، وبالتالي يتأجل الحسم إلى الشوط الثاني. نتمنى بأن يكون شوط. نعود لملعب الأمراء وانطلاقة الشوط الثاني. محمد، كرة بحوزة البي اس جي الآن. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. دينيس أبيا، احتراف الكرة، تبتعد الكرة الآن عن الجميع. هذه تصويبة، تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. ديفيد ألابا، كرة عرضية باتجاه نيمار، ولعب الشوت. حارس تمكن من ابعاد هذه الكرة بسهولة. مباراة الفريق الضيف الجاية في الدوري الفرنسي الممتاز المسمى بالكونفوراما ليغ تظهر أمامكم على الشاشة في هذه اللحظات. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. أسينسيو، أنطونيو روديغر يتقدم بالكرة. محمد، آخر أخبار سوق الانتقالات تؤكد بأن نادي الميلان ضم لاعب جديد إلى صفوفه. هكذا فترة الانتقالات فترة حساسة بالنسبة للفرق اللي تبحث عن تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين، وأيضا بالنسبة للصحافة اللي تبحث دائما عن الأخبار الحصرية. تراوري، يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. تسديدة، يا كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. الحكم يحتسب ضربة ركنية. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء، كرة بتبعد من مناطق الخطر. عرضية سيئة تخرج إلى ركلة مرمى. أجواء ملتهبة في المدرجات.
ليس غريبا على كرة القدم اللاتينية. هذه البصمة، هذه الأهازيج لا يمكن أن تجدها في أي مكان في العالم إلا في أمريكا الجنوبية. بالنسبة لهم كرة القدم أكثر من مجرد لعبة. نيمار، تمركز سليم من اللاعب، يعترض الكرة في اللقطة الماضية. سيسيكو، تراوري، أنطونيو روديغر، دوناروما. الآن 10 دقائق فقط تفصل عن نهاية المباراة. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. التعادل مستمر هنا مع محاولات مع باريس سان جيرمان للتقدم. سيسيكو، سيباستيان كورشا، تراوري، ريناتو سانشيز. ضرب فاضي الآن بالنسبة لألابا. أسينسيو بتدخل قانوني يفتك الكرة في 18. البحث عن هجمة مرتدة. فرصة كانت الهجمة مرتدة لكن ما استغلت بشكل مطلوب. واضح بأن اللاعب يعاني من شد عضلي. بصراحة ما نتمنى إصابات ولا تغييرات اضطرارية في هذه المباراة. نتمنى بأن يتمكن من متابعة هذه المباراة. جميل الكرة البينية، الله على النطرة. عرضية ملعوبة لكن بعيدة في الناحية الأخرى. واضح أنها دقائق تدخل المدربين. نشاهد الأوراق الآن في نفس التوقيت. دقيقة واحدة فقط تفصل عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة. صافرة نهاية اللقاء بالتعادل.